هنا تشوفوا كرواسون ميني كرواسون. مساء الخير حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بهاد لا فيديو مقتطفات من الخرجه اللي كنت خرجتها لابيسين انا وبنوتاتي. لازم الواحد البنات يستغل هاد الفرصه تاع العطله، يستمتع هو واولاده هو والعائله تاعو بابسط الامور. كل واحد يستمتع على قد ما يقدر باي شيء ينحي بيه على باله. خروجات ولا تشري عفايس هكا تحتاجيهم، تستمتعي يا اختي باي حاجه، لباب كاسه تاي وكعبات كاوكاو. المهم تكوني فرحانه وزاهيه في دارك بين عائلتك وبين وليداتك، هذه كي الفايده ما فيها. بعد الخرجه هذه حبوباتي والشميسه تحرقنا من هذيك الصهد، جيت للدار حضرت هذا الماسك حبوباتي ولا هاد لاموس اللي تبيض. كانوا مدارين عليها حاله في الانستغرام، قلت عليه لا ما نجربهاش مع حبوباتي ونصور لهم ونشوفوا النتيجه مع بعض. كنت هنايا خديت مكونات يعني موجوده في كل بيت، سهله وبسيطه. درك نشوفوهم مع بعضنا حبوبات. كنت هنايا جبت كميه من النشا، نعرفوا النشا بلي مبيض رائع للبشره، ويوالم جميع انواع البشره. حليب بودر ولا لحظه ولا نيدو، كل واحد كيف ما يسميه، بعض الدول يسميوه نيدو. كيس من الخميره الكيميائيه ولا لا ليفير شيميك ولا خميره الحلويات. نصف ليمونه، نعرفوا كامل ليمون والخميره والنشا والحليب بودره باللي ممتازين، وراهم قنبله في التبييض. نزيدوا لهم بعض المكونات الاخرى مثل الزيت جوز الهند، مرطب رائع للبشره. ونحتاج ايضا جيل دوش او شاور جيل، كل واحد كيف ما هي يقول له. نبداو المكونات تاعنا نحطوا، شوفوا البنات هنا كيف ما كان الفرق في اليد تاعي، جهه سمراء وجهه بيضاء. دوكا نخلطوا المكونات مع بعضنا ونشوفوا النتيجه مع بعضنا. اول حاجه نقولها لكم حبوبات، يعني ما تستناوش من اي مكون ولا من اي ماسك ولا اي مقشر منزلي انه مكونات طبيعيه انه راح يحدث فرق كبير 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 في البشره تاعك من اول استخدام. هذه غلطه وهذه حاجه شبه مستحيله، انه بمكون طبيعي راح تتخلصي من جميع المشاكل اللي في البشره تاعك من مره واحده. المواد الطبيعيه حبيباتي لازم لها المداومه، يعني شحال من مره في الاسبوع، 3 فوا 2 فوا، والمواظبه عليها. يعني تستخدميها 2 سيمين 3 سيمين 4 سيمين، لكن لمده شهر او شهرين متتاليه بما تتخلصي من هذاك السواد 100%. كنت خديت هنايا ملعقه نشا، ملعقه حليب الجاف ولا نيدو، ملعقه من الخميره الكيميائيه، كانت العلبه تاعي ساشي فيها غير شويه. حطيت شاور جيل ملعقتين، حطيت جوز الهند، زيت جوز الهند ولا كريمه زيت جوز الهند، حطيت منها ملعقه. وهادم كامل حبوبات نلموهم بعصير نصف ليمونه، نعصروها تري بيان، نحطوا كامل العصير تاعها حتى نفضوها، ونقوموا بالخلط تاعها، وهكا تتفاعل جميع المكونات وراح نتحصلوا على اروع رغوه للتبييض. نقيلك لابو تاعك سوبر بيان، تحسي لابو تاعك منقيه، تحسي لابو تاعك فريش، تحسي باللابو تاعك باللي فيها فرق كبير 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 في التبييض، لان راح نستخدموها اليوم للتبييض وازاله حروق الشمس. نتيجه حبوبات وكنشوفوها نابليكيو حبوباتي على جميع المناطق اللي
تحرقت فيها البشرة تاعنا وأصابها حروق الشمس ولا اسمرار. خليوها على البشرة تاعنا لمدة من 15 ل 20 دقيقة حتى يجف حبوباتي. ونقوموا بالفرك تاعو جيدا ونغسلوه بالماء يكون دافي ومن بعد ما يكون بارد. شوفوا النتيجة حبوبات هاي قدامكم. كاين تفتيح درجة او درجتين فقط، يعني ما تخلصتش تماما من هذاك البرونزاج اللي في يديا ولا الاسمرار ولا حروق الشمس اللي في يديا. وما تنساوش خطوة الجد مهمة انك ترطب يديك. ترطيب تاني يساعد على بياض. شوفوا البنات الفرق يعني واضح، يعني ديريه مرة زوج مرات شحال من مرة في الاسبوع لمدة معينة راح تلقاي نتيجة روعة بإذن الله. حبوباتي ما تنسونيش لكن استفدتوا من هذا الفيديو ما تنسونيش بدعمكم القناة جديدة البنات، بارطاجيوها من فضلكم، حطوا لي جيم تعليق هكا بما تنتشر القناة ويستفاد الجميع. باي باي.